السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايه لكم بداية جديد او رجيم جديد، رجيم مفيد جدا للفترة اللي احنا فيها. اسمه رجيم الشتاء، وده رجيم ترند. الرجيم ده اللي بيميزه عن اي دايت تاني او اي رجيم تاني ان هو بيثبت الوزن بعد ما تخسروا الوزن، مش بيرجع بسهولة. يعني هيساعدكم ان انتوا تخسوا الوزن وكمان هيحافظ عليه، مش زي انظمة تانية بنبقى محتاسين بعدها ازاي نثبت وزننا ولازم نمشي بخطوات معينة. الرجيم ده بإذن الله هيكون 30 يوم، نقدر نطبقه فيهم كل الأوزان مناسب. طبعا لو أوزان فوق 100، يعني في ناس بتبقى فوق 100، يعني في ناس أوزانها بتبقى كبيرة قوي، ممكن يخسروا لحد 30 كيلو، ودي مش مبالغة لأن نظام قوي وفي نفس الوقت برضو مفهوش حرمان، يعني مناسب. طبعا الناس اللي في 80 90 أقل من كده طبعا ممكن ينزلوا في خلال الشهر ده من 10 ل 15 كيلو. قبل ما نبدأ يا ريت الناس اللي مش مشتركة ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك، وطبعا لو انتوا على اليوتيوب لان احتمال انزل الفيديو ده على الفيسبوك، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة. وطبعا الناس اللي على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا طبعا في البيج. الرجيم بتاعنا عبارة عن 3 وجبات وسناك واحد هناخده مرة واحدة كل اسبوع، يعني يوم واحد بس في الاسبوع. اول حاجة السناك ده هيكون ايه؟ اللي هو مرة واحدة بس في الاسبوع، هيكون عبارة عن قطعة شوكولاتة دارك، قطعة واحدة. طبعا بتكون قطع يعني مثلا قد كده، مش بتبقى صغيرة. هناخدها سناك في مرة واحدة في الاسبوع، طبعا مش كل يوم، ما ينفعش اخدها كل يوم لو احنا عايزين نخسر الوزن ده. بالنسبة بقى للفطار هيكون عبارة عن وجبة شوفان. طبعا الافضل ان هو يكون كامل الحبة زي النوع ده، هو اي نوع، بس انا عايزه اوريكم كامل الحبه، بيكون قمح كامل. ده مش بيبقى مطحون، اللي هو صغير ده بيبقى سريع التحضير، ده مش معانا لانه هو مش صحي زي كامل الحبه. هنعمله بميه او ممكن نستخدم فيه ربع كوبايه حليب ونكمل الباقي ميه. هنعمل مثلا هستخدم ربع كوبايه من الحليب وبعدين اكمل الباقي ميه وهسويه فيهم او هنقعه فيهم، يعني بحيث ان هو اقدر ان انا اكله. هقطع على طبق الشوفان ده، طبعا طبق الشوفان بيكون وسط مش كبير ولا صغير، يعني مثلا ممكن من 4 معالق ل5 معالق بالكتير قوي. هقطع عليه تفاحة واحدة، ثمرة من التفاح، وطبعا يفضل لو تفاح اخضر، مفيش تفاح اخضر مفيش مشكلة. كده وجبة الفطار بتاعتنا. وجبة الغداء بتاعتنا هتكون عبارة عن اي نوع من الخضار المطبوخ. طبعا يفضل ان احنا نطبخه يعني حاجة صحية، ما نحطش عليه زيوت. يفضل لا اما قطعة زبدة او نستخدم زيت زيتون معلقة واحدة ونطبخه في الفرن او على النار. يعني مثلا ممكن اخد كوسة، ممكن اخد فاصوليا خضراء، ممكن اخد بامية، ممكن ملوخية. اهم حاجة استخدم فيها دهون تكون صحية. ده كده اول حاجة في وجبة الغداء. تاني حاجة طبعا مفيش نشويات خالص في وجبة الغداء، احنا اخدنا نشويات خلاص في الفطار. بالنسبة بقى لتاني حاجة لازم اخد بروتين، هيكون معانا فراخ، لا اما صدر دجاجة او ورك عادي مفيش مشكلة، بس اهم حاجة طبعا يكون من غير الدهن. كده هيكون البروتين. بالنسبة بقى لازم اخد طبق سلطة في وجبة الغداء، هيكون عبارة عن اي خضار عندنا ورقي، نحط بقى بقدونس، في خس، في كمان ناخد جزر، ناخد خيار، ناخد فلفل، ناخد لو عندنا سبانخ برضو ممكن نحط منها على السلطة اللي هي الصغيرة، ممكن نحط جرجير، ممكن نحط قرنبيط كمان وبروكلي لو متاح عندنا ممكن نحط منهم في وجب يعني في السلطة. وطبعا نعصر على السلطة ليمون. ده كده بالنسبة لوجبة الغدا كاملة. طيب يعني نقدر ان احنا نكتر اي خضار ورقي. طب بالنسبة للطماطم هاخد بس نص حبة من الطماطم. يفضل ان احنا لما نكون عاملين دايت ما نكترش من الطماطم، فكفاية قوي نص ثمرة. وجبة العشاء هتكون عبارة عن علبة زبادي، طبعا علبة كبيرة اللي هي 150 جرام، بس هي علبة زبادي فقط. عادي لو انتوا جعانين ممكن تاخدوا خس او اي خضار، جرجير او خس، يعني خضار كده يكون خفيف، بلاش نكتر اكل او ناكل فاكهة بالليل. هو كده العشاء بس زبادي وممكن ناخد اي خضار. طيب لو احنا جوعنا مسموح لينا سناك بعد الفطار، يعني بين الفطار والغدا. لو جوعنا قوي بقى ومش قادرين ممكن نعمل سناك برضو، مش هيأثر معانا قوي. هنجيب كوباية كده ونحط يعني نحسب بس نحسب بيها مش هنحط فيها، يعني هناخد نص كوب من الموز المتقطع، يعني حوالي ثمرة من الموز،
وممكن ناخد كمان النص التاني او نص كوباية من الفلفل الاخضر. كده سناك. وعلى فكرة النظام ده محسوب السعرات، فما تقلقوش منه خالص. باذن الله لو انتوا وزنكم فوق ال100 هتخسوا وزن كبير زي ما قلت، اقل من ال100 برضو هتخسوا يعني وزن كويس، يعني لان طبعا بيختلف على حسب الجسم. كمان بعدها ما تقلقوش مش هتزيدوا في الوزن زي اي انظمة تانية. ده كان فيديو النهاردة. طبعا ما ننساش شرب المية، ما ننساش ان احنا نتمشى كل يوم ولو نص ساعة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم باذن الله على خير، مع الف سلامة.